وأخذنا تعريف الإخفاء جملة جملة وشرحنا معناه، وبينا بأن الأصل في التقاء الحروف، الأصل في التقاء الحروف هو الإظهار، وأن العرب كانت تترك الإظهار في بعض المواطن إلى غيره لأنه أسهل. فكل الحروف التي تخفى النون الساكنة أو التنوين عندها نطقها مخفاة أسهل. هذا أمر تفعله العرب في كلامهم اليومي. كل ما زاده القرآن على ذلك، الوحي الذي زاده على فعل العرب هو تطويل الغنة ومطها. فالعرب تقول من صلصال، من صلصال، ينتقلون من الميم من كلمة من إلى الصاد إلى مخرج الصاد مباشرة، ولكنهم لا ينطقون الصاد إلا بعد غنة قليلة، من صلصال، من صلصال. هذه الغنة القليلة في الكلام العادي اليومي في التلقي القرآني ممطوطة مطولة، من صا. هذه الغنة التي هي مرتبتها كاملة، ذكرنا مراتب الغنة وقلنا بأنها أكمل ما تكون في النون والميم المدغمتين والمشددتين، كاملة في النون والميم المخفاتين، ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين مثل أنعمت، النون والميم من أنعمت، هذه غنة ناقصة. أنقص ما تكون يعني أقصر ما تكون في الميم والنون المتحركتين، ما مو مي نا نو ني، هذه أقصر الغنن. الشاهد من ميزان الغنن أن غنة الإخفاء كاملة، كاملة الطول. وبينا أيضا النطق للحروف. أيضا أريد أن يعني أرسخ معنى كون الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام. لا أريد يعني، أنا طبعا عايش مع التجويد منذ صغري، وأعلم بأن كثير من الأساتذة والطلاب يعني في بعض الأبحاث عندهم النظر في وادي والتطبيق في وادي، تعريفات يحفظونها صم، هكذا صم يعني بمعنى غيبا، ويطبقون، لكن ما في صلة بين التعريف والتطبيق. لذلك في الدرس الماضي شرحت تعريف الإخفاء جملة جملة، وبينا بأن الإنسان لما يقول مثلا من صا، من صلصال، من، الآن لما ينطق ماذا فعل؟ انتقل من مخرج الميم إلى مخرج الصاد، من، لكنه لم ينطق صادا، إلى الآن ما نطق صادا. المجرى الفموي في الإظهار الذي هو الأصل كان ينقفل بارتفاع طرف اللسان وقفله للمخرج. من، لما نقول من، المجرى الفموي كله قفل، ما عاد في صوت يمر. لكن الآن أنا ما وضعت طرف لساني على مخرج النون، وضعته على مخرج الصاد من غير ضغط، فصار المجرى الفموي مفتوح. لذلك هناك صويت يمر من الفم، وأغلب الصوت يمر عن طريق الأنف، عن طريق الخيشوم. إذا صار في عندي الصوتين عم يخرجا في آن واحد، غنة من الخيشوم وصوت، بل صويت من الفم. دائما أؤكد على كلمة صويت حتى ما يجي واحد يقوي هذا الصوت ويقول لك ميا، ويفعل أصوات عجيبة غريبة حتى مزعجة، حتى للإنسان اللي ما درس الأحكام يقول يعني يسمع صوت فموي مزعج. لماذا؟ لأنه ما له معنى. ما إيش هذا الحرف ميا؟ هذا الصوت هكذا من الحنجرة يخرج من الوترين الصوتيين، ما معنى، ما له معنى. هو صويت سببه عدم قفل المخرج. من صا، من، أغلب الصوت من الخيشوم وقليل منه يمر عن طريق الفم. الآن بهذا العمل أنا لما أقول من، أين طرف اللسان؟ أين عمل طرف اللسان؟ هل يقرع مخرج النون كما كان يفعل في الإظهار؟ لا، طرف اللسان الآن موجود على أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى اللي هو مخرج الصاد، مهيئ على مخرج الصاد، لكن ما نطق صادا. إذا أنا انتقلت من مخرج الميم إلى مخرج الحرف الآتي بعد النون. هذا العمل يشبه الإدغام، لكني ما نطقت صادا، أنطق غنة النون
هذا نطق غنة النون، هذا يشبه الإظهار. إذن الإخفاء فيه شبه بالإظهار من حيث بقاء الغنة، انفصال صوت الحرف المخفى عن الحرف المخفى عنده، الحرف المخفى اللي هو النون عن الحرف المخفى عنده اللي هو الصاد. لما أنطق النون ما في صاد، طبعا النون المخفى أقصد، إلى الآن ما في صاد. لما أقول صال صا، الآن نطقت صاد. طب لما قلت صا، هل نطقت شيء من متعلقات النون؟ أبدا. إذا صوت الحرف المخفى عنده مستقل عن الحرف المخفى مستقل عن صوت الحرف المخفى عنده، ما في مزج بين الأصوات. من هنا كان الإخفاء يشبه الإظهار. لكنني هيأت فمي على مخرج الحرف الآتي وارتفع المخرج ارتفاع واحدة، من صا، هذا أسهل، هذا عمل الإدغام. إذن الإخفاء فيه شبه بالإدغام وفيه مخالفة، وفيه شبه بالإظهار وفيه مخالفة. هذا نشرحه في اللوحة التالية لأرسخ المعنى الذي تكلمت عنه في الحلقة الماضية حتى تكون قراءتنا على بينة. نلاحظ على اللوحة التي نراها الآن على الشاشة معنى كون الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام. لاحظوا عندي الجزء اللساني وعندي الجزء الخيشومي الذي هو الغنة. طيب ننظر الآن في الإظهار. الجزء اللساني من النون هل يعمل، هل يقرع مخرج النون؟ أنتم قبل أن أضغط وأريكم ما هو مخبوء في الجدول اسألوا أنفسكم، هل الجزء اللساني من النون في الإظهار موجود؟ لما أقول من آمن، من هل أقرع مخرج النون؟ الجواب نعم موجود. طب الغنة موجودة؟ جربوا قبل أن نضغط ونرى. قولوا من آمن، من في غنة ولا ما في غنة؟ بغض النظر عن طول الغنة وقصرها، هل الغنة من حيث هي موجودة أم لا؟ موجودة؟ نعم هي موجودة. طيب بالنسبة للإخفاء، هل الجزء اللساني من النون موجود؟ هل أقرع بطرف لساني مخرج النون عندما أنطق نونا مخفى؟ قبل أن نرى أنتم جربوا. قولوا أنفسكم، هل قرعتم بطرف لسانكم مخرج النون؟ أظن الجواب لا. إذن الجزء اللساني الآن نضغط، الجزء اللساني معدوم. طيب الغنة اللي هي الجزء الخيشومي في حالة الإخفاء، لما أقول أنفو من صلصال الإنسان، الغنة موجودة ولا معدومة؟ أكيد موجودة. إذا لو ضغطنا الآن حنلاقي بأنه موجود. هذا في الإدغام. طيب نأتي الآن إلى الإدغام الذي هو الحالة الثالثة، لما أنا أدغم نونا ساكنة في لام أو راء بعدها. لما أقول من لدنه، من لا، هل أقرع بطرف لساني مخرج النون أم أذهب مباشرة إلى اللام؟ أكيد بذهب إلى اللام، بدليل من لا، من ربك، أذهب إلى الراء. فالجزء اللساني من النون معدوم. لو ضغطنا الآن حيطلع لي إيه؟ حيطلع لي معدوم. طب والجزء الخيشومي؟ الجزء الخيشومي في الإدغام الكامل. لما بقول إدغام وبنسكت معناها إدغام كامل. لما بقول ملا، هل بقي شيء من النون؟ هل بقي من غنتها شيء؟ الجواب لا، النون تحولت بجزئيها إلى لام. فلو ضغطنا الآن نجد بأنه معدوم. طيب الآن تأملوا الجدول بارك الله فيكم. لاحظوا السطر الأوسط اللي هو سطر الإخفاء. الألوان هنا تتكلم، ليست ألوان للتزيين إنما هي للتبيين. لاحظوا كلمة معدوم، معدوم في اللون الأزرق في العمود الأوسط. الجزء اللساني معدوم في الإخفاء، معدوم في الإدغام. هذا شبه، هذا يجعل الإخفاء يشبه مين؟ يشبه الإدغام.
لو انتقلنا إلى العمود الأيسر فوجدنا باللون الأحمر موجود. هذا معناها أن الإخفاء يشبه الإظهار في هذا الموضوع. إذا لاحظوا السطر الأوسط اللي مكتوب في الإخفاء معدوم موجود، السطر الأوسط بالعرض يعني بالأفقي، في الإخفاء معدوم موجود. لاحظوا بأن الإخفاء يشبه الإدغام في كون الجزء اللساني معدوم، ويخالفه في كون الجزء الخيشومي موجود. هذا من حيث مقارنته بالإدغام. تعالوا الآن نقارن الإخفاء بالإظهار. نعود إلى مكتوب في الإخفاء، ننتقل إلى الجزء اللساني معدوم، لكنه في الإظهار الجزء اللساني موجود. إذن هنا الإخفاء يخالف الإظهار. لو انتقلنا إلى العمود الثالث نجد كلمة موجود باللون الأحمر. إذن هنا الإخفاء يشبه الإظهار. هذا ما أريدكم أن تعرفوا. لما نقول بصفة بين الإظهار والإدغام ما يكون الكلام يعني عائم والتطبيق في وادي والنظري، هو فعلا يشبه الإظهار، هو صفة بين الإظهار والإدغام، يعني فيه شبه بكل منهما من زاوية، وفيه مخالفة لكل منهما من زاوية. أرجو أن نكون قد يعني بهذا الجدول قد أوضحنا هذا الأمر، وأن يكون كلمة لما يسأل أحدنا ما تعريف الإخفاء فيقول هو نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، متصور الجدول أمامه وعم يتكلم عن علم وعن ثقة بأنه فعلا الإخفاء يشبه الإظهار لكنه يخالفه من زاوية أخرى، ويشبه الإدغام من زاوية لكنه يخالفه من زاوية أخرى، وهي الجدول الذي عرضته لكم الآن.